السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بقولها لكم إن مصطفى شوبير يستحق إنه يلعب الموسم ده ويكمله لآخره، ويستحق إنه يبقى حارس منتخب مصر أساسي، ويستحق إنه يتقال عليه أفضل لاعب في الأهلي، ويستحق أي شيء جميل علشان هو فعلا يستحق كل ده. مصطفى شوبير بيجيب للأهلي 3 نقاط كانت رايحة من الأهلي، بصراحة شايل 3 أهداف محققة أمام الإسماعيلي وكلنا شفنا ده. والله يا جماعة سبحان الله اللي بيحصل مع مصطفى شوبير ده علشان موهبته تظهر والناس تحب. الشناوي لسه راجع من الإصابة واتصاب في التمرين. انا طبعا والله بتمنى له هو وكل المصابين السلامه، ولكن ربنا بيكافئ مصطفى شوبير علشان مجتهد. وانا هفضل اقول انه من افضل حراس افريقيا، وقلت ده في كذا فيديو ليا ممكن تشوفوه على القناه. انما عاوز اسال سؤال مهم جدا لاداره النادي الاهلي وتحديدا لكابتن محمود الخطيب. هو لما علي معلول ده يمشي احنا كاهلي هنعمل ايه؟ يعني احنا هنعمل ايه؟ علي معلول اكتر لاعب في تاريخ الاهلي صنع اهداف. انت متخيل يعني انت متخيل ان ده ظهير بيلعب ظهير ايسر، يعني حاجه قمه الجمال والحلاوه. راجل اكتر واحد في التاريخ بيصنع اهداف للنادي الاهلي وبيلعب ظهير ايسر. امبارح عامل باص لامام عاشور حاجه في منتهى الجمال. عايزين نقول لانيس بوجلبان يشوف لنا 2 من النوعيه دي، لان بعده هنشوف ايام سودة. خلينا ندي لكل واحد حقه. الراجل 8 سنين في عطاء دائم للاهلي، ولا مشاكل ولا اي حاجه، تحس انه مولود في التتش. اللاعب الثاني امام عاشور بيجيب جول جميل جدا. هو اي نعم احمد عادل عبد المنعم سهل عليه المأمورية في خروجه يعني وقفل الضيقه، انما هو امام عاشور اتحرك في مساحه وفضى نفسه خالص وخد الثرو من علي معلول وراح رقص اللعيب ترقيصه تجيب صداع حرفيا. خرج الحارس يقفل القريبه، امام سدد في نص الجول. جول جميل جدا بكل ما تحمل الكلمه من معنى، بدايه من عند علي معلول وفي النهايه امام عاشور. مروان عطيه بقى والكلام على اللاعب ده كتير وما يكفيش اي حاجه. نص الملعب شمال ويمين وفي كل مكان تلاقيه قافل هنا وقافل هنا. امبارح ريح اكرم توفيق كتير جدا، وظهور مروان امبارح محدش اتكلم عليه، ده غير انه لسه راجع من اصابه. بسم الله ما شاء الله، تحسوا انه ما كانش مصاب ولا اي حاجه. بسم الله ما شاء الله عليه. لعيب بيريح زمايله جدا في الخط الهجومي وفي الدفاع، بيعمل ربط ما بين الخطوط في منتهى الجمال. هجومي ودفاعي بيقرب يستلم مع زمايله، وده ما تلاقوهوش في كتير من اللعيبه. عنده دقه في بساط وبيستخلص كل كوره بيشترك فيها مع اي لاعب من الفريق المنافس. مروان عطيه لعبه اشبه بحسام عاشور. حد يقول لي حسام عاشور؟ اقول له ايوه، لعبه اشبه بحسام عاشور. وان كان مروان عطيه ممتاز بالقوة والالتحام وفي التسديد كمان بيرسي تاو اللي دايما بيسجل في الاسماعيلي. ايه يا عم تاو، انت ما تسوس على الدراويش ولا ايه؟ التخصص بيسجل في الاسماعيلي. الراجل مستواه مش قد كده، وبيجي في مباراة الاسماعيلي لازم يحتفل بمكارينا مكارينا مكارينا، يعني حاجة في منتهى الجمال بصراحة الراجل. المهم الحمد لله على ال3 بونت، رغم ان الاهلي ضيع فوز كبير ونتيجه تاريخيه كانت ممكن تكون اكبر من كده، ولكن اهم حاجه 3 نقاط. عاوز اوجه رساله لمحمد مجدي قفشه وكل لاعب بيعترض على المدير الفني. قفشه لاعب كبير ووجوده مهم، وقلت ده قبل كده، لكن المدير الفني شايف ان دي مش مبارياتك. انا مش قصدي طبعا على مباراه الاسماعيلي، هو اصلا ما كانش في القايمه امبارح، كولر استبعده. اصبر واكيد هتلعب. الاهلي مش في بطوله واحده، الاهلي بيلعب دوري ابطال وكاس سوبر ودوري مصري وكاس عالم، يعني هتشارك بس انت قد في الملعب ودافع وطور من نفسك في الناحيه الدفاعيه. ومفيش لاعب في الاهلي ما بياخدش فرصه. اللي يقول لك انا جيت الاهلي وما خدتش فرصه، قول له لا، انت خدت فرصتك وكامله. زي صلاح محسن مثلا، مفيش لاعب في الاهلي ما بياخدش فرصه. البطولات كتير وانت مش محتاج تثبت نفسك يا قفشه، انت لاعب كبير جدا. دي وجهه نظري، لو حد مختلف معاه مفيش مشكله. اما عن ضربه الجزاء اللي اتحسبت على الاهلي، ايا كان هي ضربه جزاء ولا لا، فده قرار الحكم يا جماعه. والله العظيم احنا اللي بنعمل كده في الحكام، والله احنا اللي بنعمل كده في الحكام. لما الحكم يلاقي ضغط من كل الانديه هيحكم ازاي؟ وهيطلع لك احسن حاجه عنده ازاي؟ مثلا هيطلع احسن حاجه عنده ازاي يا جماعه؟ والحكم الاجنبي ده ملاك نازل من السماء مثلا؟ والحكم المصري ده بشر وحياته كلها غلطات؟ يعني نروح للحكم الاجنبي واحنا ايدينا ورا ظهرنا ونكلمه في منتهى الادب، والحكم المصري بنضربه زي ما حصل امبارح من لاعب الاسماعيلي. هو فين لجنه الانضباط
واتحاد الكرة والنادي اللي بيلعب فيه اللاعب المفروض فيه عقوبات. وانا بتكلم على لاعبي الاهلي قبل اي نادي تاني. الناس دي تتعاقب ماديا وتتوقف، وساعتها يرجعوا ويحترموا نفسهم، لان كده ما ينفعش. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد، والسلام عليكم.